Y comenzamos hoy con esa exclusiva que les avanza hoy este programa, Mañaneros 360, y que podría cambiar la relación del Gobierno con Marruecos. Según la información a la que ha accedido esta redacción, el Gobierno está estudiando un plan integral de contingencia contra Marruecos. Ha encargado al sector energético un estudio detallado con medidas para disuadir a Marruecos en caso de que se alimenten nuevas crisis migratorias. Esto ocurre después de un verano entero escuchando al Gobierno decir que Marruecos es un socio fiable. Vamos a ampliar esta información en Moncloa. Sigue Arantxa de Fez. Cuéntanos. Sí, ese informe incluiría datos sobre el suministro de gas. السلام عليكم إخواني الكرام ومرحبا بكم معنا فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم إخواني بغيت نتكلم معكم بهدوء، ولكن في نفس الوقت بغيت نتكلم بصراحة، لأنه كاين واحد التصريح أو بالأحرى واحد الطرح إعلامي اللي خرج في إسبانيا وكيقول بأن مدريد ممكن تدرس استعمال ورقة الغاز والكهرباء باش تضغط على المغرب. وبصراحة هاد النوع د الكلام ما خاصناش نستقبلوه لا بالخوف ولا بالغضب، خاصنا نستقبلوه بالعقل. علاش؟ لأن العلاقات الدولية ما كتبناش على العاطفة. الدول كتفكر في المصالح ديالها، وكل دولة كتقلب على الأوراق اللي عندها وكتشوف كيفاش تقدر تستعملها في الوقت المناسب. ولكن هنا كاين واحد التساؤل مهم ومهم بزاف. إلا كانت إسبانيا كتقول عندها ورقات الطاقة، واش المغرب فعلا ما عنده أوراق؟ واش المغرب فعلا هو هذاك الحيط القصير اللي يمكن لأي دولة تضغط عليه وقت ما بغات؟ أنا اليوم إخواني الكرام ما جايش باش نقول لكم أن المغرب قادر يدمر إسبانيا، لأن هذه لغة ما كتخدم حتى شي مصلحة. وما جايش نقول بأن إسبانيا عاجزة، بالعكس، إسبانيا دولة أوروبية قوية، عندها اقتصاد كبير وعندها بنية تحتية متقدمة وعندها موقع استراتيجي مهم، ولكن المغرب كذلك تبدل. وهنا فين كاينه النقطة اللي خاصنا نفهموها. المغرب ديال اليوم ماشي هو المغرب ديال 20 سنة أو 30 سنة ماضية. اليوم أي محاولة استعمال ورقة واحدة ضد المغرب خاصها تحسب مزيان، خصوصا إلا كانت هذه الورقة مرتبطة بالطاقة، لأن الطاقة ماشي مجرد غاز ولا كهرباء. الطاقة مرتبطة بالاقتصاد، والاقتصاد مرتبط بالصناعة، والصناعة مرتبطة بالتجارة، والتجارة مرتبطة بالموانئ، والموانئ مرتبطة بسلاسل الإمداد، وفي الأخير كل شيء مرتبط بالمصالح ديال الدول والشركات والمواطنين. يعني ببساطة إلا كانت الطاقة سلاح اقتصادي فهي ماشي سلاح أحادي الاتجاه. ودابا خليونا نفهموا القصة من الأول. التقارير الإعلامية الإسبانية كتحدث على احتمال وجود دراسة أو لا تصور كيتعلق بإمكانية استعمال الطاقة كورقة ضغط على المغرب. الحديث هنا كان عن الغاز وعلى الكهرباء وحتى على بعض الإجراءات التجارية والجمركية. ولكن هنا خاصنا نديروا واحد التوضيح واللي مهم ومهم جدا. الحكومة الإسبانية عبر وزارة الخارجية ديالها نفات رسميا باش تكون هذه الخطة سياسية الهدف ديالها هو الضغط على المغرب بالطاقة، وقالت بأن الأمر كيتعلق بدراسات تقنية مرتبطة بالبنيات الطاقية المشتركة. وهنا أنا شخصيا كنقول كاين فرق كبير ما بين دراسة تقنية وخطة سياسية للضغط، وما خاصناش نخلطوا بيناتهم. ولكن في نفس الوقت مجرد ظهور هذا النقاش في الإعلام الإسباني كيخلينا نطرحوا واحد التساؤل مشروع. علاش الطاقة بالضبط؟ لأن الطاقة اليوم أصبحت واحدة من أهم أدوات القوة الجيوسياسية في العالم. شفنا هذا الشيء مع روسيا وأوروبا، وشفناه مع الجزائر وأوروبا، وشفناه في أزمات كثيرة عبر التاريخ. الغاز والكهرباء ما بقاوش مجرد سلعة، ولاو جزء من الأمن القومي. ومن هنا نفهموا علاش أي حديث على الطاقة ما بين المغرب وإسبانيا يقدر يتحول بسرعة إلى موضوع سياسي. هنا كاين واحد الخطأ اللي كيطيح فيه البعض، اللي كيشوف بأن المغرب مرتبط بجزء من البنية التحتية الإسبانية وكيستنتج مباشرة
أن المغرب ضعيف. لا إخواني الكرام، هذا الاستنتاج سطحي. الاعتماد في قطاع معين ما كيعنيش أن الدولة كاملة أصبحت تحت رحمة دولة أخرى، لأن الدولة ما كتقاش غير بواحد الأنبوب. الدولة كتقاس بالقدرة ديالها على التكيف، كتقاس بالبدائل اللي كتملك، كتقاس بالوقت اللي كتحتاجه باش تبدل المسار ديالها، وكتقاس كذلك بالأوراق الأخرى اللي تقدر تستعملها. وهنا بالضبط كنوصلوا للنقطة اللي بغيت نوصل ليها. اليوم المغرب عنده أوراق، وأحيانا أقوى ورقة ماشي هي أنك تضغط على الخصم ديالك، أقوى ورقة هي أنك تخليه يعرف بأن الضغط عليك عنده ثمن، وثمن باهظ. هادشي هو جوهر الردع. ماشي أنك تهدد، ماشي أنك تقول غادي ندير ولا غادي ندمر، ولكن أنك توصل رسالة واضحة. يعني إلا بغيتوا تلعبوا لعبة الضغط، راه ماشي غير نتوما اللي عندكم أوراق ديال الضغط، وحنا خاصنا نشوفوا أول ورقة، الموقع الجغرافي. موقع الجغرافي بالنسبة للمغرب ماشي دولة بعيدة على أوروبا. المغرب موجود في واحد من أكثر المواقع الاستراتيجية حساسية في العالم، مضيق جبل طارق، المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، القرب من أوروبا والقرب كذلك من غرب إفريقيا. هذا الموقع بوحده كيخلي المغرب واحد اللاعب مهم في ملفات التجارة والطاقة والهجرة والأمن. واليوم أي دولة أوروبية كتفكر في العلاقات ديالها من المغرب ما كتفكرش فقط في الرباط، كتفكر في البحر الأبيض المتوسط، كتفكر في إفريقيا، وكتفكر كذلك في الهجرة، وكتفكر في الأمن، وكتفكر في التجارة، وكتفكر حتى في المنافسة الدولية على النفوذ في المنطقة. يعني المغرب ماشي جزيرة معزولة، المغرب جزء من شبكة مصالح واسعة. أما الورقة الثانية واللي هي التجارة، إسبانيا والمغرب ماشي جوج دول عايشين كل واحد بوحده، كاين تبادل اقتصادي ضخم، كاين شركات إسبانيا عندها مصالح في المغرب، كاين استثمارات، كاين النقل، كاين السياحة، وكاين سلاسل إنتاج مرتبطة بالسوق الأوروبية المشتركة. وهنا خاصنا نفهموا واحد القاعدة اللي هي بسيطة. إلا حاولتي تضغط على شريك اقتصادي كبير ما كتضغطش بالضرورة عليه بوحده، ممكن تضغط حتى على الشركات ديالك، على المصدرين ديالك، وعلى المستثمرين ديالك، وعلى الاقتصاد ديالك. يعني حكومة كتفكر في استعمال الاقتصاد كسلاح خاصها تسول شنو غادي نربح، ولكن أيضا شنو غادي نخسر. وهنا كتبدا السياسة الحقيقية، لأن العلاقات الدولية ماشي مباراة في كرة القدم اللي فيها واحد رابح وواحد خاسر. أحيانا بجوج كيخسروا، والدولة الذكية هي اللي كتفادى أنها تدخل في حرب اقتصادية تخسر فيها أكثر مما تربح. دابا نجيو للطاقة نفسها واللي كتهددنا بها إسبانيا. نعم، المغرب استفاد السنوات الأخيرة من البنية التحتية الإسبانية في مجال الغاز وفي مجال الطاقة، وهذا أمر معروف. ولكن واش هذا يعني أن المغرب مربوط نهائيا بإسبانيا؟ طبعا لا، لأن المغرب أصلا كيمشي في اتجاه آخر واللي هو الطاقة المتجددة، الرياح، الشمس، الربط الكهربائي، الهيدروجين الأخضر، وتطوير القدرات المحلية. وهذا ماشي كلام سياسي فقط. إسبانيا نفسها في القوانين ديالها وفي الخطط ديالها الطاقية الحديثة كتتكلم على ضرورة تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الطاقات المتجددة. علاش؟ لأن الاعتماد الخارجي على الطاقة أصبح قضية أمن استراتيجي. يعني حتى إسبانيا نفسها عارفة أن الاعتماد على مصدر خارجي للطاقة يمكن يتحول لنقطة ضعف. إذن المغرب عنده نفس المنطق وعنده نفس السياسة. كل ما تزادت القدرة ديالو على إنتاج الطاقة من الشمس ومن الرياح ومن المياه، كل ما نقصت القيمة ديال ورقة الضغط المرتبطة بالاستيراد. وهنا كاينة واحد النقطة اللي هي مهمة جدا. المغرب ما خاصوش يحاول يرد على أي ضغط
بالطريقة نفسها. إلا قالت دولة ما عندي الغاز، الجواب الذكي ماشي حتى أنا عندي الغاز، وإنما الجواب الذكي هو غادي نقص اعتمادنا على الغاز، وهنا كتولي الورقة اللي كانت قوية اليوم غتصبح غدا ورقة ضعيفة. وهذا هو ما يسمى بالردع الحقيقي، أنك تخلي الخصم ديالك يعرف بأن الوقت ماشي في صالح الضغط عليك، ولكن كاين جانب آخر أكثر أهمية. البعض كيهضر على المغرب وكأنه دائما محتاج للكهرباء، ولكن الواقع أكثر تعقيد من ذلك. شركة الكهرباء الإسبانية مرتبطة رسميا بالمغرب، والتبادل كيمشي في الاتجاهين، بل أن بيانات لشهر ماي 2026 بينت أن المغرب كان في هذا الشهر هذا مصدر صافي للكهرباء نحو إسبانيا. شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني أن العلاقة ماشي ببساطة إسبانيا كتبيع والمغرب كيشري. العلاقة أكثر تعقيد، شبكتان مرتبطان وطاقة كتحرك، أسواق كتفاعل وشركات كتستافد، بل أن التخطيط السابق للربط الثالث ما بين البلدين كان مبني أصلا على فكرة زيادة قدرة التبادل في الاتجاهين ودمج الطاقات المتجددة المغربية في النظام الأوروبي. وهنا كيبقى التساؤل، إذا كان المغرب غادي يصبح مع الوقت أكثر قدرة على إنتاج الكهرباء من الشمس ومن الرياح، واش من الحكمة الإسبانية أنها تحول العلاقات الطاقية إلى سلاح سياسي؟ أنا شخصيا ما كنقولش أنها غادي تدير هذا الشيء، بالعكس أنا كنقول بأن التكلفة الاستراتيجية ديال هذا القرار خاصها تحسب، لأن الطاقة يمكن تكون أداة تعاون ويمكن تكون أداة ضغط، ولكن أحسن سياسة هي أنها تبقى أداة تعاون، لأن المغرب وإسبانيا عندهم مصالح مشتركة أكبر بكثير من مجرد الغاز. خلينا ننتقل لورقة أخرى واللي هي الهجرة، والعالم كيتكلم عن الهجرة، وإحنا خاصنا نكونوا واضحين. الهجرة ماشي سلاح، والإنسان ما خاصوش يتحول إلى أداة في الصراع السياسي، ولكن إدارة الحدود والتعاون الأمني والهجرة غير النظامية صبحت ملفات أساسية في العلاقة ما بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي. المغرب عنده دور مركزي في هذا الملف، ولهذا السبب أي توتر كبير ما بين الرباط ومدريد يمكن تكون عنده انعكاسات كتجاوز الاقتصاد وكتجاوز الطاقة. وهنا مرة أخرى ماشي المغرب اللي خاصو يهدد، ولكن الطرف الآخر خاصو يعرف بأن الاستقرار الإقليمي مبني على التعاون ماشي على الابتزاز. كاينة كذلك ورقة الأمن. المغرب اليوم شريك أمني مهم بالنسبة لأوروبا في ملفات متعددة: مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، أمن الحدود، مراقبة الشبكات الإجرامية، وكذلك استقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل. وهنا كنرجعوا لنفس القاعدة، كل ما كان عندك شريك مهم الضغط عليه ماشي دائما أفضل وسيلة للتعامل معه، لأنك ممكن تربح نقطة سياسية صغيرة وتخسر شراكة استراتيجية أكبر. ثم كاين كذلك عندنا ورقة إفريقيا، وهذه ربما من الأوراق اللي ما كيهضرش عليها الناس، ما كيهضروش عليها بما يكفي أن المغرب بنى خلال السنوات الماضية شبكة علاقات اقتصادية وسياسية واسعة في إفريقيا، بحال البنوك والاتصالات والأسمدة والاستثمار، وكذلك البنية التحتية والنقل والتجارة. وبالتالي المغرب ما بقاش فقط بوابة أوروبا لإفريقيا، بل ولا كذلك واحد من الجسور اللي كتربط أوروبا بإفريقيا. وهذا مهم ومهم جدا بالنسبة لإسبانيا، لأن الاقتصاد الإسباني نفسه عنده مصالح كبيرة في القارة الإفريقية. إذا المغرب حتى هو عنده أوراق كثيرة بزاف ومرتبطة بالموقع وبالتجارة وبالطاقة وبالهجرة وبالأمن وبإفريقيا كذلك. ولكن بغيت نوضح واحد الحاجة اللي هي مهمة، ماشي معنى هذا أن المغرب يقدر يدمر إسبانيا. هذا الكلام ما عنده حتى شي معنى في العلاقات الدولية. إسبانيا اقتصاد كبير، والاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية وسياسية ضخمة،
ولكن كذلك ماشي صحيح نقولوا أن إسبانيا تقدر تضغط على المغرب كيف ما بغات. الحقيقة موجودة في الوسط، كاين اعتماد متبادل، وهذا هو المفتاح. اعتماد متبادل كيعني أننا أنا محتاج ليك في بعض الملفات وأنت محتاج ليا في ملفات أخرى. والسياسة الذكية هي أنك تحافظ على هذا التوازن. وهنا بغيت نرجع للتصريح اللي بدينا به. إذا كانت الصحافة الإسبانية كتتكلم على ورقات الطاقة، فأنا شخصيا عندي واحد السؤال بسيط: واش فعلا بغينا نحولوا المتوسط إلى ساحة ديال الابتزاز الاقتصادي؟ واش فعلا من مصلحة مدريد أنها تقول للشريك ديالها اللي هو شريك استراتيجي وأساسي إلا اختلفنا معك سياسيا نقدر نستعمل الطاقة ضدك؟ لأن هذا المنطق خطير وخطير جدا. اليوم المغرب وغدا دولة أخرى، وبعد غدا دولة ثالثة، وأوروبا نفسها تعلمت من أزمات الطاقة السابقة. تعلمت أن الاعتماد المتبادل يمكن يتحول إلى نقطة ضعف، إلى استعمال كسلاح. والغريب أن إسبانيا نفسها كتشتغل اليوم على تقوية المرونة ديالها الطاقية وتقليل التعرض ديالها للصدمات الخارجية. إذا المغرب حتى هو عنده الحق يدير نفس الشيء، يقوي الإنتاج المحلي، يزيد التخزين، يوسع الطاقات المتجددة، ويطور الربط ويخلق بدائل. وبدل ما يبقى السؤال واش إسبانيا تقدر تقطع علينا الطاقة، يولي السؤال شحال غادي يبقى عند إسبانيا من القدرة على استعمال هذه الورقة إلى المغرب استمر في تنويع المصادر ديالو. هنا كتبدل المعادلة، وهذا هو الشيء إخواني الكرام اللي بغيت نوصلوا لكم. ما خاصناش نخافوا من التهديدات الإعلامية، ولكن كذلك ما خاصناش نستهنوا بها. ما نقولوش أن إسبانيا ما تقدر دير والو، وما نقولوش كذلك أن المغرب غادي ينهار إلى وقع الضغط. الواقع أكثر تعقيد. الدولة القوية ماشي هي اللي كتصرخ أكثر، الدولة القوية هي اللي كتملك البدائل، والدولة القوية هي اللي كتقدر تقول عندي خيارات. وهنا كنشوفوا أن المغرب خاصو يركز على 3 ديال الأشياء. شنو هي هاد الأشياء؟ أول حاجة هي الاستقلالية الطاقية. كل مشروع شمسي، كل مشروع ريحي، كل محطة، كل استثمار في التخزين، كل تطوير للشبكة الوطنية كيقلل من قيمة أي ورقة ضغط خارجية. ثانيا، تنويع الشركاء، ماشي الاعتماد على دولة واحدة ولا على سوق واحد ولا على مصدر واحد، وهذا منطق اقتصادي قبل ما يكون سياسي. ثالثا، تحويل الموقع الجغرافي إلى قوة اقتصادية. الموانئ، اللوجستيك، الصناعة، الربط مع إفريقيا والربط مع أوروبا، والاستثمار في سلاسل القيمة. لأن الدولة اللي عندها اقتصاد متنوع ومتشابك مع اقتصادات أخرى صعيب جدا باش تعزلها. وهنا كاين واحد الدرس مهم ومهم جدا. المغرب ما خاصوش يدخل في سباق شكون يقدر يوجع الآخر أكثر. هاد اللعبة ما كتربحها حتى شي دولة. المغرب خاصو يدخل في سباق آخر، شكون يقدر يصبح أكثر استقلالية، شكون يقدر ينتج أكثر، شكون يقدر يصدر أكثر، شكون يقدر يجذب استثمارات أكثر، وشكون يقدر يطور الطاقة ديالو أكثر، وشكون يقدر يصبح أكثر أهمية للشركاء ديالو. هذا هو الرد، ماشي الصراخ وماشي التهديد وماشي السب. القوة الحقيقية هي أنك تخلي الضغط عليك مكلف. وهنا بغيت نوجه واحد الرسالة ماشي فقط لإسبانيا ولكن لأي طرف كيشوف المغرب من منظور قديم. المغرب إخواني تبدل، وهذا التغيير ما خاصوش يكون سبب للخوف، خاصو يكون سبب الفهم جديد. صحيح أن المغرب ماشي دولة عظمى، وما نعيشوش في وهم أننا قادرين نفرضوا الإرادة ديالنا على الجميع، ولكن المغرب أيضا ماشي دولة هامشية، وماشي داك الحيط القصير اللي أي واحد يقدر يقفز عليه. المغرب عنده مصالح وعنده أوراق وعنده موقع وعنده اقتصاد كيتطور وعنده علاقات متعددة، وهذه هي اللي مهمة، وعنده أوراق كذلك في الطاقة وعنده أوراق في التجارة، والأهم عنده القدرة على التغيير. وهذه ربما أقوى
أقوى ورقة من جميع الأوراق، لأن الدولة اللي كتغير بسرعة ما كتخليش الآخرين يبنيو الاستراتيجية ديالهم على واحد الوضع ثابت. اليوم ممكن تكون عندك نقطة ضعف، ولكن غدا يمكن تحول إلى نقطة قوة. اليوم ممكن تحتاج الشبكة وغدا تبني شبكة ديالك. اليوم ممكن تستورد وغدا ممكن تنتج. اليوم عندك شريك وغدا ممكن يكون عندك 5 ديال الشركاء. وهكذا كتبنى السيادة الحقيقية. لذلك إذا كان هناك فعلا شي واحد كيفكر في استعمال الطاقة كورقة ضغط على المغرب، فالجواب المغربي الأفضل ماشي هو التهديد. في الأخير إخواني الكرام، بغيت نقول واحد الحاجة اللي هي مهمة جدا. إسبانيا والمغرب هما جيران، والجيران يمكن يختلفوا، يمكن تكون بيناتهم ملفات صعبة، ولكن الجار الذكي ما كيهدمش الدار ديال الجار ديالو، لأن النار يمكن توصل حتى لدارو. ولهذا أنا كنفضل دائما أن المغرب يكون قوي ولكن هادئ، وحازم ولكن ماشي متهور، مستقل ولكن منفتح، وعنده أوراق ولكن ما كيستعملهاش إلا للضرورة. وهنا كاين الفرق ما بين القوة الحقيقية والقوة الاستعراضية. القوة الاستعراضية كتحتاج دائما للصراخ، أما القوة الحقيقية كتخلي الأرقام هي اللي تتكلم، كتخلي المشاريع هي اللي تتكلم، وكتخلي الموانئ هي اللي تتكلم، وكتخلي المصانع هي اللي تتكلم، وكتخلي الطاقة المتجددة هي اللي تتكلم. السؤال اللي نخليه لكم في الأخير هو: واش يمكن ورقة الطاقة فعلا يمكن تتحول لسلاح سياسي ما بين المغرب وإسبانيا، أم أن الاعتماد المتبادل ما بين البلدين كيجعل الاستعمال ديالها مكلفا على الطرفين؟ خليوا لي الرأي ديالكم إخواني الكرام في التعليقات. وإلا عجبكم هذا النوع من التحليل الهادئ والعميق، ما تنساوش الدعم ديالكم للقناة. ونلتقي معكم إخواني الكرام في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.